السلام عليكم حبايبي واخواتي، وحشتوني. النهارده بقى هنعمل حاجه تحفه تحفه بجد. حاجه كده مقرمشه وطعمها جميل، والحشو بتاعها اقتصادي خالص، هي كلها كده اقتصاديه. بصوا من جوه عامله ازاي، من جوه الحشو بتاعها جميل جدا، ومن بره مقرمشه كده وجميله. هتعجبكم جدا وهتبقوا مدمنين، يعني مش هتبطلوا تعملوها. يلا بينا نشوف الطريقه بتاعتها عامله ازاي. انا هنا جايبه بطاطستين، وده صدر فرخه، بس انا مقطعاه رفيع خالص عشان كنت هعمله بانيه او استيك، فمقطعاه رفيع خالص. وهي رغيف عيش عادي، عندك فينو، عندك توست، عندك اي حاجه تنفع، مش هتقول لا. هنا البطاطس انا سلقاها ومقشره واحده، ولسه التانية انا قلت ايه عشان اوريها لكم اقشرها قدامكم. انا سلقاها بقشرها عشان مش عايزه يبقى فيها ميه خالص. هتعجبكم قوي وهتعجب اطفالكم جدا، وهياكلوا منها، ومغذيه وسهله جدا، ما بتاخدش وقت. بجد لو عملتيها هتبقوا مدمنه يعني دايما عليها. هنا انا اقشر البطاطسايه كلها وبعدين ههرسها. انا يعني ما عنديش الهرسه بتاعه البطاطس، كسرت مني، فمش هقف طبعا باي حاجه. اتصرفي. انا هنا جبت كوبايه وبهرس بيها. هنا عندي البوله بتاعتي كانت صغيره شويه، فهجيب بوله اكبر هفضيها عشان اعرف اهرس فيها البطاطس بتاعتي. هنا انا بعد ما هرستها، بصوا اتهرست خالص خالص معايا عشان ما تبقاش فيها اي حتت جامده. هنا معايا التوابل بتاعتي: ملح وبابريكا وكمون، فلفل اسمر، 7 بهارات، مكعب ماجي. الملح ما تكتريش الملح علشان المكعب الماجي اللي احنا حاطينه. هنا انا ههرس البطاطس كويس جدا جدا مع بعض كده، وهقلب معاها التوابل. لازم في الوقت ده تكون البطاطس بتاعتك يعني مستوية جدا جدا عشان تتهرس جدا، ما يبقاش فيها اي حتت خالص، او اي كتل منها تبقى ناشفة ومش حلوة في بقك. قلبي بقى كويس، واي كتل من البطاطس حاولي تقلبيها كويس جدا. خلاص انا كده هطفي وهقلبها معايا كويس جدا. انا هنا قلبتها كويس جدا جدا، والمفروض بقى كده خلاص هي اتقلبت كويس والطعم بتاعها حلو. دوقيها لانها بطاطس، دوقيها عادي، شوفي الملح بتاعها مظبوط او لا. لو انت ما تعرفيش يعني المقدار بتاعك هيبقى مظبوط ولا لا. يا رب لو عجبكم فيديوهاتي ما تنسونيش في الاشتراك في القناة، عشان دي حاجة بتفرحني جدا جدا وبتسعدني من بلاقيه اخواتي واصحابي وحبايبي كلهم بيزيدوا. وكمان تفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد بنزله، واللايك والشير عشان يوصل لكل حبايبنا. انا كده خلصت البطاطس ركنتها على جنب. هجيب بقى الصدور الفراخ بتاعتي واقطعها اي تقطيع عشوائي كده. دي يا جماعه فرخه انا جبتها وشلت منها الصدر بتاعها، وزي ما قلت لكم انا كنت مقطعاها رفيع علشان اعملها بانيه او استيك، فقلت اعمل معاكم الكفته دي سهله وجميله ومغذيه، وفي نفس الوقت اطفالنا هياكلوها يعني وهيحبوها جدا. انتي كمان هتبقوا مدمنه عليها. بصوا انا مقطعاها رفيع ازاي، وهتعمل لنا ما شاء الله كميه حلوه جدا. البطاطستين والصدر الفرخه دول انا هقطعها كده، واجيب الكبه بتاعتي. انا قطعتها بس صغير عشان تسهل على الكبه بتاعتي انها ايه، تنعمها لي كويس، عشان مش عايزة اي كتل فيه، عشان ده الكفر بتاع الكفتة بتاعتي، فمش عايزة اي حاجة فيها. دي بقى هتبقى يعني مش الحشوة، لا ده هتبقى الكفر الخارجي للكفتة. اضرب بقى الصدور بتاعتي واجيلكم. بصوا انا هنا خلاص ضربتها كويس جدا، بس لقيتها فيها لسه شوية وناشفة شوية. بخيت عليها بختين مية، ما تخافيش، بخي بختين مية وهضربها وهجيلكوا تاني. هنا خلاص انا ضربتها كويس، وجبت بقى رغيف العيش هقطعه في بولة نضيفة كده قطع صغيرة عشان ما يغيبش معايا، ان انا يعني ايه يبوش معايا. لو عندك ناشف، لو عندك عيش ناشف وبايش اضربيه في الكبة عادي، لكن لو عندك العيش طري زي بتاعي كده
ناشفه خلاص، بس رشي عليه زي ما انا برش بالبخاخه كده شويه ميه بسيطه، وسيبيه عبال ما نجهز بقيه الخلطه بتاعه الكفته بتاعتنا، هيكون هو باش. هنا بصوا انا خلاص بوشت العيش، عملت يعني بعد ما باش هرسته بايدي كده كويس جدا، خليته عجين. وهنزل طبعا بالكفته بتاعتي او بالصدور اللي انا عملتها، انزل بالصدور على العيش كده. وكمان انا ما تبلتش دي، احط توم، انا حاطه 3 فصوص توم مهروسين كويس جدا، وحاطه معلقه ملح عشان احنا متبلين البطاطس بس ما تبلناش الفراخ، لازم دي تبقى واخده كفايتها كده في التتبيله وطعمها جميل كده، علشان تبقى يعني ما تبقاش دي ملهاش طعم خالص، لان ما تبلناهاش مش هيبقى لها طعم، فلازم نتبل دي زي ما تبلنا البطاطس عشان تبقى طعمها جميل. وهنا بقى انا حاطه 3 أو 4 معالق بقسماط على فيجيتار، يعني انا في الخلطه بتاعتي او في العلبه بتاعتي بحط الفيجيتار على البقسماط عشان يديني طعم حلو كده للاكل. وحطيت معلقتين فلفل اسمر، واقلب بقى كل الكلام الجميل بتاعي ده كويس جدا عشان اشوف هي محتاجه فيجيتار معايا ولا كده خلاص. انا عن نفسي يعني الكفته بتاعتي بقت حلوه قوي كده لما حطيت كام معلقه بقسماط، 4 معالق بقسماط كده بقت حلوه، مش محتاجه بقسماط تاني معايا. بصوا حطيت لها نقطه ميه بسيطه خالص علشان تسهل معايا الدمج بتاعي، وان انا عشان ابقى اعرف افردها ما تبقاش ناشفه تشقق معايا. انتي بايدك هتعرفي توزني الكفته بتاعتك اذا كانت ناشفه ولا طريه. خلاص انا كده ركنتها على جنب، خلصتها وركنتها على جنب. جبت كيس تلاجة عادي خالص هحطه، ومعايا اهي دي البطاطس بتاعتي، وهبدأ بقى ان انا اشكل الكفتة بتاعتي. سهلة جدا وكل ده مش هياخد معاكي وقت. خدي حتة انت بقى عايزة الكفتة، صبع الكفتة بتاعك كبير عايزة صغير زي ما تحبي، افردي بايدك. لو انت مش عايزة تفردي بايدك او مثلا يعني مستعجلة وعايزة تخلصي، هتشوفيني دلوقتي باي كوباية عندك يعني بصي اتكي عليها كده هتتفرد معاكي. بصوا وهي بتتفرد بالايد بسهولة جدا على فكرة، لانها ناعمة وطرية جدا. بس تفرديها وما تخليهاش رفيعة قوي عشان ما تبقاش في حتت فيها باينة وتبقى مفرقعة منك، عشان تطلع مظبوطة زي ما انت شفتيها في اول الفيديو كده. بصوا جميلة ازاي. حطي بقى الحشو بتاع البطاطس بتاعك، اهو بصوا يعني ما يبقاش قليل وما يبقاش كتير كتملي الفرخة بتاعتي. احطها بقى وايه بصوابعي كده، عايزة ادمجها على الفراخ بتاعتي كلها، او يعني اقفل الكيس زي ما انت هتشوفوا دلوقتي. بعد ما اعمل دي هوريكم برضو طريقة تانية انا ممكن اعمل بيها. بصوا بقى انا بالكيس وقفلت من الناحية دي، وهقفل من فوق من الناحية دي من الجنب ده ومن الجنب ده، اقفل العجينة بتاعتي او الصدور بتاعتي على الحشو بتاعي عشان ما يفكش مني، عاملة زي الرول بتاع اللحمة كده. ايوه كده اقفليها بقى، وبعد كده لفيها لفة كده بايدك عشان ما تفكش. بصوا الجمال والطعامة، بصوا بقى طالعة مظبوطة اكنك كده لفها على مكانها. بصوا الجمال، واقتصادية جدا. صدر فرخة واحد وبطاطستين هتعمل لك ما شاء الله كمية كبيرة جدا. هعمل قدامكم كمان واحدة، والحجم ده على حسب ما انت تحبي، عايزاه كبير عايزاه صغير زي ما تحبي وزي ما ترتاحي. بصوا بقى انا بوريكم ان انا لو انا مثلا يعني ايدي وجعاني مكسله اعملها بايدي، ما بحبش اعمل حاجه بايدي، انا بطط بحاجه بايدي، اعملها بالكوبايه بتتفرد في ثانيه، ما مش متعبه خالص. جميلة بجد هتعجبك قوي، هتبقوا مدمنة عليها، وكمان هتحدف معاكي او هترمي معاكي كمية جامدة جدا، هتعمل معانا كمية ما شاء الله عليها. انا بعملها وبعينها في الفريزر، وقت ما بحب اطلع بقوم مطلعها واقليها بتبقى زي العسل. هتشوفيني دلوقتي هقولك في المرحلة اللي هي ممكن تتخزن فيها. بصي بقى اقفل الجناب كده من الناحية دي ومن الناحية دي، بقفلها على الحشوة بتاعتي زي ما قلتلكوا عشان ما تطلعش من الجنب او عشان ما تفكش خالص. بصوا سهلة جدا جدا خالص، يعني انا بعملها لكم براحة عشان تعرفوا ازاي انا بعملها. ولو حتة من فوق كده طالعة انا هوريكم دلوقتي بايدي هدخلها بس خلاص. وما تقلقيش يا ست الكل، مش هتفك منك ابدا. حاجة كده تشرفك لو في عندك ضيوف عزومات اي حاجة. لو عندك بس يعني صدر فرخة بس وعندك ما شاء الله اطفالك هتكفيهم وزيادة، تديهم بقى في اللانش بوكس بتاعهم هم رايحين الحضانة، او
في المدرسة بدل السندوتشات، حاجة مغذية وكمان بتتعمل بكمية ما شاء الله عليه، وهيحبوها جدا. انتي نفسك هتدمنيها جدا جدا انتي وافراد الاسرة. انا بعمل معاكم واحدة كمان وبعدين بقى اكمل انا بقيت الكمية مع نفسي. بصوا بتتفرد معايا بكل سهولة ازاي. انا بحب اتصرف وبحب اعمل باي حاجه بحيث ان انا معطلش نفسي. مش لاقيه الهراسه بتاعه البطاطس بعملها بكوبايه مفيش اي مشكله، عشان اللي ما عندهمش هراسه يبقى متصرفين او عارفين يعملوا ازاي زي ما انا عملت كده. بصوا البطاطس، انا ما بلاقي البطاطس شويه بقوم واخده حته كمان حطاها على البطاطس واقوم فرداها على الطبقه بتاعه الفراخ بتاعتي. اهم حاجه قفليها كويس من الجناب ومن فوق. يلا قومي اعمليها دلوقتي تعجبك جدا. بصوا ما بتاخدش وقت ازاي. لفي بقى كده بس خلاص بقت زي الفل. انا بقى اخلص الكميه بتاعتي واوريها لكم بعد ما تخلص. هتشوفوا دلوقتي عملت الكميه قد ايه. بصوا ما شاء الله عملت كميه قد ايه. هنا بقى انا جايبه بيضتين عاملاهم كده بالشوكه وحاطه شويه فلفل اسمر صغيرين وشويه ملح صغيرين. والتاني ده انا جايبه الخلطه زي ما انا قلت لكم الفيجيتار على البقسماط حطاهم في الطبق. ممكن تحطي دقيق كمان بس انا بحبش الكفر بتاعه يبقى عالي قوي ويضيع لي الطعم الجميل اللي انا عايزه استمتع بيه. بصوا اطلع بقى من البيض احطه في البقسماط. انا عايزاكم تمشوا على نفس الخطوات ونفس الطريقه زي ما انا ماشيه عشان يوصل لكم نفس الطعم اللي وصل لي، عشان تحسوا بقد ايه اللذاذه بتاعتها والطعم الجميل بتاعها وشكلها روعه زي ما وصلني بالظبط. بصي بقى في الوقت ده انت ممكن كده تخزنيها بعد ما حطيتها في البيت والبقسماط والفيجيتار. في الوقت ده بقى على طول في طبق افرديها بس شويه عن بعض وحطيها على طول في الفريزر وطلعي بقى وقت ما تحبي تستخدمي طلعي. عايزه تعمليها لبناتك او لاولادك هم رايحين الحضانه او المدرسه هتطلعي. ما عندكيش غدا ومكسله تعملي طلعي عشاء براحتك. والحاجات دي بتنفع في رمضان كويس جدا وبتنفع كمان ست البيت اللي بتشتغل بتسهل عليها وقت جامد جدا. بصوا